قولي يا امي زهره، نعم ولدي. هاد السيد هذا واش عمرو نصب عليك دار لك شي حاجه؟ حاشا ولدي. ها؟ حاشا. كل لقاش والدك. الناس قال لك جيرانك راه قال لك راه انتيا كتبتي ليه الدار وهدك ودار ودار ودار. حاشا، ما عمره ما تهزي هذا على هذا ويقول لي شي حاجه دايره. عمره. الا كون والده من كرشي ما عاديش يتصرف معايا هذا الشيء. سهران معايا قبل ما نجي هنايا ومراته ومقابليني، وتمرت كاع مسكين وغادي جاي ليا غادي جاي. واش كتقولي دابا انتيا؟ اش نقول؟ الله يحفظهم ليا ويخليهم، والله يعطيهم صحتهم وويناتهم ويخلي لهم العزيز عليهم. انا هادشي اللي نقول. قولي يا امي زهره، نعم. دوك الناس اللي داروا هذاك الفيديو وقال لك بان السيد كينصب عليك وهادي وهادي، بغيناك تكلمي لينا عليهم، واش كتعرفيهم واش؟ انا جينا بعاد مني، بيني وبينهم عماره. زوجات وحده معايا ساكنه في دوزام. هما اللي جاو عندي هنايا لسميتو السبيطار وصوروني، وانا مش ما عرفتهمش واش يصوروني ولاحوني بهكا في التليفون. دوك هاد السيد ما عندكش مع العداوه؟ ما عندي مع لا عداوه ولا والو، اكثر من ولدي واني تنقولها ونعاودها وما عرفت واش نخرج من هنا ولا ما نخرج. صافي اوكي. مشاهدينا الكرام، السيد اللي تهموه في القضيه ديال امي زهره هو دابا كيتواجد معنا، وكما صرحت امي زهره بان قالت لك ما نصب عليها ما حتى حاجه، ونشوف الراي ديالو حتى هو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خويا كنشكر شوف الواقع على هذه المبادرة، الله يرحم الوالدين. خويا انا بغيت نعرف هاد الناس اللي كيديروا الضجة ورايا وتابعيني غادي ليا عند المخزن وغادي ليا عند القائد العام. بغيت نعرف هاد الناس اش ليهم. هاد الناس ما هما جيراننا، ما هما ساكنين معنا في نفس الموبل، خرجوا بتصريحات زائفة. زائد مول الحانوت، والحانوت كتقدم عندو امي زهره كاي زبون. الناس راك عارفين كنتسلفوا مع مول الحانوت حتى راس الشهر وكنعطيو رزقو. خرج هو بتصريحات زائفه، ما عرفش الحسد انا ولا الغيره. المهم هاد الناس بغيت نعرف انا اش بيني وبينهم. انا امي زهره الناس راه كيشوفوني في لوبيطال كاملين عارفيني بانني واقف مع امي زهره وقفه رجال اللي ما يوقفوش الولاد مع والديهم. هذيك راه امي، راه ماشي انا كنعتبرها بحال امي. هي دارت فيا خير وانا ما غننساش لها الخير، حيت انا ماشي ولد الحرام. والله يهدي مخلق هاد الناس. خرجوا بتصريحات كاذبه انني لايحه في لوبيطال وما معتنيش بها. انا عاد بالله ما قلتش انا شاد كونجي ديالي كامل دوزتو في السبيطار. كنجي مع السبعة ما كنمشيش حتى لثمانية الليل. وزائد المدام ديالي دارت مالادي فيها 10 ايام، ريحات من الخدمه كانت كتبات معاه حيت كانت امي زهره في حاله مزريه، ما كتقد تنوض ما كدير والو. تا من حاشاكم الا بغات دير الماء كتهز المدام ديالي وكنهزها انا ونديوها تقضي حاجتها. وهاد الناس خرجوا لنا بتصريحات زائفه، الله يهديهم. وانا كنحترم المشاعر ديالهم حيت هما حساده، ما نحترم المشاعر ديالهم حاسديننا. واخا تكون كانوا بغاو لينا الخير وما كون هادشي اللي كيجريو فيه في المقاطعات وفي الكوميسيريات وباغيين يمشيو يديروا عليا ضجه، يجيو يعاونوا امي زهره في لوبيطال اللي مليوحه بوحدها، ماشي جباركين كيهبشوا ليا. اما انا الحمد لله معايا الله، معايا الله ورضات الوالدين. انا متقي الله. هذوك الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، راه ما بيني وبينهم علاقه وما ساكنيش معنا في الموبل اول حاجه. والتصريحات اللي خرجوا بها راه ما كاين حتى شي واحد في الموبل صرح. انا جيب لي 4 الناس ولا 5 من الموبل، انا نسمح في هذاك نسمح في كازا كامله ونمشي نسكن في العيون. والله يهدي ما خلق. وكنشكركم على هذه المبادره خويا. وهاد الناس راه كيحفروا ليا باغي يصيفطوني للحبس ولا ما عرفتش باغي يديروا ليا. بالنسبه للموزه زهره كيقول لك مسطيه. السيده عندها العصب، اي واحد عنده العصب غنقولوا مسطي؟ راه امبوسيبل. انا دابا حاليا معصب، الا مشيتي عبرتي لي الطونسيون غتلقاه طالع باش، وهي فيها السكر وكتجي الناس تشوشر عليها في الدار. وانا عاد ولا ما قلتش انا عندي فيديوهات ان الناس كيجيو عندها للدار وكيبقاو يوسوسوا لها في راسها. امي زهره مريضه بالسكر، كنجي كنلقى المريض طالع عليها السكر. وهذاك محالي كتباتوا لي امي زهره
والله الله يجعل ربي يطول في عمرها تنرد لها الفضل ديالها. وهاد الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. راه حنا مشاركين الطعام، راه حنا جيران، كنا جيران في الكاريان، ما دابا راه كل وش طريقه. والله يهدي ما خلق. اما امي زهره عندها السكر وهذاك راه محالي، ندير فيه كاميرا، نجيب انا جوج بوليس، نخلص الدوله ونجيب جوج بوليسي ولا جوج مرود يوقفوا لي في الباب، ماشي سوقكم داري، ندير فيه كاميرا، ندير فيه اللي يعجبني. انا عندي ولدي صغير كيخرج للمدرسه وعاطيه ساروش كيجي يدخل بوحدو، ما نديرش كاميرا نراقب ولدي، ما نراقبش هاد مولا الدار مرا كبيره نشوفها ربما تطيح، ربما يوقع عليها شي حاجه وهي عندها رجليها شويه كيخواو عليها. واش غنقول لك، انا راه جيراني الله يعمرها دار الموبل من الفوق حتى لتحت سولوا عليا، الناس كاملين السلام. كانت شي حاجه كنأديو الواجب، وهاد الناس راه ما ساكنينش معنا في الموبل. وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وشكرا، الله يرحم الوالدين. نشوف الواقع.